كيف يكون الإدارة الثقافية اليوم في مجتمعاتنا المعاصرة. فاليوم باش تكون ماهيش منطق المحاضرات، هو منطق حوار دائري كما سميناه وكما شفناه وكما بعثناكم على الأقل بالنسبة للناس اللي عبرت على رغبتها، وهذا من الأساس كان المنطلق بتاعنا، لأن العملية باش تتواصل تقريبا على مدى موسم كامل أو موسمين. مرحبا بكم. سعيد جدا بدعوة أستاذنا الفاضل أستاذنا سي لطفي عيسى، كذلك سعيد جدا بدعوة أستاذنا والصديق عبد اللطيف الرمضاني، كل في مجاله. اليوم مهم جدا أنه نحكيو مع بعضنا في رؤية العمل الثقافي في تونس، مستقبل الثقافة في تونس. العدد قليل ولكن الأعمار مهم جدا، لأنه هو المشروع هذا يعني يتوجه لكم انتم بالاساس. دونك صحيح احنا شويه في العدد ولكن في الفكر كبار برشا، فبالتالي مرحبا بكم. ان شاء الله بدايه مشروع لمختبر دار لاب او لاب دار في الحمامات، باش نشوفوا وضعيه الثقافه من مختلف الزوايا. ثم المساله الرقميه، ثم اليوم علاقه التاريخ بالثقافه، علاقه الفنون بالعلوم الإنسانية، علاقة الثقافة الرقمية بين قوسين بالفن في تونس. فبالتالي مرحبا بكم. سعيد يعني أستاذي سي لطفي عيسى، خاصة المداخلة باش تكون أكيد مداخلة قيمة. الأستاذ أحمد عماد عمارة اللي هو باش يورينا ثمية إن صحت العبارة من الأول لماذا هذا المختبر. نستأذن سي لطفي نستمعوا سي عماد. مانيش نعرف طريقة الاستدراج معناها ما يسالش على اليمين ولا على اليسار ولا باش نعرف نجم نسيتو معليش ليش تكون عامل عرفت انا كمان يعرفوني سيتو الجاد سيتو الموضوع تخدم ياسر مع الجاد باش نحكيو كيفاش نلقاو كادر انت باش نخمم وخاصة باش نقعد الثقافة والعمل الثقافي والشيء نعمل فيه هنا هو ممتع ياسر بالنسبة لنا احنا ننظر فيه. ساعات نخطف ساعات ما تخطفش، ساعات يكون فيه شوية معناها رسمي شوية، ساعات تكون ياسر ايموسيونيل. أما في كل الحالات هي اكسبيريونس رائعة. الاكسبيريونس تكون أروع لو كان ساعات يجينا يقين ولا اعتقاد ولا نتيجة اللي احنا قادرين ولا نجمنا نغيروا حتى شوية. فقط حاجة مهمة باش نحن بدل الأولاد لازم حتى انتم تكونوا بارتين. خاطر السؤال الكبير توا وهذا الكادر نتاع مختبر نتاع تفكير وسورتو نتاع كي نجربوا حاجة في هذه الكل تو قلت علاش المواضيع هي بالذات خاطر نحن مثلا الحاجات اللي نحاول نجربوها من الأول هو استخدام طريقة لان بيدويك على شهر التراث. نختاروا منكم شكون هو راغب وجمعيات ولا الافراد، ادخل شكون جربوا نتناولوا التراث في درس فلسفه فصل اخرى، فصون شبهكم فصون تشبه الحمامات. موضوع برشا مواضيع، موضوع مثلا شنو هو الحمامات كديستيناسيون كوجهه سياحيه، شنو علاقه السونتر كيفاش يجي يقوي، كيفاش ينجم نعاودوا نخلقوها ديستيناسيون ولا نصلحوها شويه ولا نبدلوها ولا اي حاجه بارابور لي زاكسيون اللي عملوها السونتر بتكون في وسط التراث اللي نحن نحافظوا عليه. كيفاش يكون مش دولة نحافظوا عليه قادر كيف نحاول يكون منهج الابداع اكثر من يكون مع حاجه منها مثل صحيح هويتنا ولازم نحافظوا عليها وتستمر. وهذا علاش ندخل الاساتذه بتاعنا هنا باش يكون ثم باش تلقاو الحكايه هذه علاش الرقمي والصناعات التاريخيه ودورها وكل حاجه. خاطر نحن تو نسبوا تقول امور نعرفوا فيكم شكون قرا شويه دراسات ولا شويه تقارير عصر التحولات الكبرى والتحول الرقمي والفضاءات الرقميه والاستيك الكود استيك نتاع العباد تبع الثقافه اللي هي مربوطه بالمرتبط نتاعها. يعني هل نجم نحن نكونوا مثلا السونتر من نفس الاكسيون كما توا كما 10 سنين تالي كما 20 سنه تالي الادوار الجديده للثقافه
رابور بيقولوا بناء الانسان تو نحن مجتمعات رقميه زعما قوه تو بلدان معناها اعتبرت ان هي قوتها الاقتصاديه ولا اهم قطاع ولا مثلا يقولوا مثلا صناعه المحتوى هو السيكتور معناها يكون متمجر اهم قطاع اقتصادي اكثر اللي يقولوا فيه طيارات اكثر صناعه طيارات اكثر صناعه تكستيل هذه الكلام هذه الثقافه تقيس وتوش نحطوه نحن كي نخمم فيه مع بعضنا كيفاش نجربوا كيفاش نعملوا انوفاسيون نفسر معناها الابتكار برشا تعالي كيفاش بالثقافه وعن طريق الابتكار الثقافي نحاولوا نحلوا مشاكل بشكل متعدد في كل الحالات هي الاطار هذا هو فاصون باش نتعلموا مع بعض باش نبنيو سورتو كوميونيتي مجموعه اولى يمكن انا نغلع الاخرين باش في كل الحالات باش يكون عندنا فرصه تعزيز قدراتنا خاطر باش نعزوا الموجودين في البلاد اكسيون دو فورماسيون تعزيز قدرات باش نتعلموا الكل كيفاش نكتبوا بشريه باش نتعلموا كيفاش نسيروا تظاهرات ثم حاجات نحن اكي يعني نحن كبروفيسيونيل تاع ثقافه ما هي تظاهرات ثم حاجات عندنا شويه ندرجوا على بدي عاود في الشيء ثم حاجات لازم على الكل ينوروا لنا افكار التفكير تاسيس سكسيون على الافكار كبيره كما الفرصه توا مع الاساتذه الحاضرين دونك في ذي كل من غير برشا بعد تو نحاولوا في الشهر باش تكون فرصه باش نجربوا حاجات باش تكون فيه متعه خاطر الاورجانيزاسيون دي تعاون الناس ما تعرفش كيفاش تنظم حاجه واللي يكون عندها متعه مسلسل او مسلسلات اسيزون يعني التي ولا تقدم نفسها ثم دي ميني سيزون فما دي ميني سيري وفما دي غراند سيري كيما تراو على لي بلاتفورم بيان اجوردي باش نحكي لكم لكن اللي يهمني انا هو كيفاش المسلسلات ولات بين لاسبي لوديك الجانب اللعب وبين لانفورماسيون اكاديميك بين لانفورماسيون هيستوريك اللي تحب وبين زاد اوسي الجوانب لي زانغريديون اللي يخليو شو تسميو المنتسبين للاجيال الجديده يتعاملوا كيما جيم اوف ثرونز وهذاك اللي بدا خلى الناس كل العالم اجمع يعني هذه سيري جوستومون خلات العالم اجمع على من 2011 حتى ل 2017 والناس تتابع انا هو السيزون جاي وعالم اجمع راهو بالكم السيري هذه يعني عالم اجمع شارك فيها العالم اجمع تقنيين من هولندا مواقع في المغرب تقنيين من امريكا من اوروبا من استراليا ممثلين من كل الاماكن فهمتوا قصدي هنا ندخلوا كيفاش الواحد يندرج في العالم من خلال المسلسل هكا تقولوا انتم هذه اموال طايله صرفت فعلا اموال طايله صرفت عليه لكن الهدف واضح في هذا الامر هو اعاده ترتيب الثقافي في العالم من وجهه نظر الحاجات الجديده باش نعطيكم حاجه اخرى حاجه تشبهنا الحقيقه هذه تميا ثم امراه يابانية تشتغل بالفنون الجميلة عمرها 14 عام ركبت بسور من بلادها عمرها 14 عام ركبت مشات لأوروبا وفي أوروبا نزلت في بلجيكا وخذت القطار باش تمشي لإيطاليا لفلورنس خاطر نيتها انها تتعلم الفنون الجميله وبزهرها ولا ما نعرفش شنو الحكايه المهم الحكايه على الشكل هذه كي الخرافه الحكايه كي الخرافه كي وقفت في القطار لقات راجل كبير
حكيت معاه قال لها انت شبيك؟ قالت له انا جاي من اليابان نحب نمشي فرنسا سيتيرا وكذا فهمتني. وعطاو تبادلوا المعطيات نتاعهم خاطر قعدوا ثنيه يمشيوا مع بعض، تبادلوا معنا في الطريق تبادلوا المعطيات نتاعهم وحكاو كذا. كي روحت بعث لها قال لها اجا لفلورنس باش تقرا خاطر انا استاذ في الفنون الجميله في فلورنس. اجا اقرا في فلورنس وتعلم الفنون الجميله. مشيت المراه هذه الغادي، المراه هذه مغرومه بالمانجا. بيسور كل ياباني يعني يعيش في اليابان المانجا، والمانجا حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، يعني الخطاب بالصوره وليس الخطاب بالجرافولوجي، يعني خطاب صوره مباشره. المراه هذه كي مشيت تعلمت بيسور التقنيات والهندسه وكذا، على فكره تزوجت من حفيد الراجل هذا، ومعناها قعدت غادي وعملت اون سيري اسمها لي بان دورو، حمامات روما. عملت لا سيري هذه بطريقه المانجا لكن ريفيزيتي توتالمون. شنو هي الفكره يا سيدي؟ شنو هي الفكره؟ الفكره هو انه فما مهندس روماني il est en crise de création، ما عادش يبني، هو كان وكذا ومشهور ولا en crise de création، دخل في خصام مع مرته طلقها، ما عادش يعيشوا مع بعضهم وقعد معناها كان يعيش في ديبرسيون. المهم في اخر الامر هو انه بيان سور شنو هو اللي يربط بين زوز حضارات، الحضاره الشرقيه اللي هي الحضاره اليابانيه والحضاره الرومانيه. الرومانيه واش دير ما نحكيش، هو لي تير هنا ولي تير هنا. الراجل وقع له حاجه، وهذا هو علاش مبني المانجا، وقع له حاجه كل ما يعمل ايميرسيون في الماء، يعني نقولوا نحن يغطس في الماء يلقى روحه في فضاء اخر، والفضاء الاخر فيه هندسه مختلفه اللي هي الهندسه اليابانيه الجديده. كي يقوم كي يرجع يطلع راسه ولات عنده افكار جديده مش يجسمها في فضاء روما اللي هو يعود الى ما قبل التاريخ. ما عادش تفهموني تو ولا فهمت؟ يعني يعود ما قبل ميلاد المسيح. ايش معناها؟ معناها ولات روما تضم هندسه جديده عصريه يابانيه مستوحاه من المانجا اليابانيه. والفكره هذه فكره مهمه جدا، قعدت 8 سنين تشتغل، واليابانيين حققوا بها مرابح رهيبه جدا في المانجا من ناحيه طبعا في الكتابه بالصوره كما قلت لكم، ولكن ايضا في السيناريزاسيون بار لا سويت. والعمل هذا عامل مهم جدا. maintenant في المكتوب خلينا نكمل بهذا. في المكتوب فما زوج مستويات، انا صار انتباهي زوج مستويات. المستوى الاول هو ما بعد عصر الرقميات. كي ناخذ واحد كيما الروائي المكسيكي كارلوس فونتيس ونشوفوا تيرا نوسترا مثلا كتابه، نلقاو فيه تشابك بين عصر النهضه وبين عصر ما بعد الحداثه، والشخصيات نتاعو جايه من تاريخ اسبانيا وقت اللي كانت امبراطوريه اكبر امبراطوريه في العالم، وبين تاريخ امريكا. دونك الربط هذاك اللي خلى فونتيس شخصيه غريبه جدا من نوعها، وخلى في اخر الامر العالم الكل يقرا النصوص بتاع فونتيس على اساس انها مربكه، لانها تنجم تنقلك من زمن الى زمن دون الاحساس في اخر الامر بانك تخلطت عليك الازمنه. بالعكس الكونترير، الازمنه تثبت في ذهنك افضل بطريقه افضل، لانك تخترق الزمان وتخترق ايضا المكان. النص الثاني نص بتاع واحد انجليزي، نص بتاع واحد انجليزي اسمه كيفن مينزي، كتب روايه العالم الكل بات فيها، هي 1451 اسمها هكا 1451 quand les Chinois ont découvert l'Amérique. السنة التي اكتشف فيها الصينيون مش الامريكان، الصينيون امريكا، واعطانا معطيات وارقام وخرائط وفضاءات. ورد بالكم هذا موجود في ليزارشيف،
لكن هالكلام هذا كله هو كيما يتحدثوا اليوم على الدولة الافتراضية هذه اللي يحكوا عليها في الايامات هذه، يقولوا ثم دولة افتراضية ودرا شنو، والنايبة تاع مجلس النواب هي تنتسب الى كذا وكذا. القضية مش في أنها تنتسب ولا ما تنتسبش، القضية في أنه النجم نخلقه، وهذا يهمني، النجم نخلقه من معطيات تبدو وكأنها وهمية، حقيقة ثابتة. علاش؟ لأنه الصينيين في القرن ال15 كانت عندهم دي غراند انكورسيون في اتجاه الفضاءات هذه اللي هي فضاءات تتجه الى كيفاش يقولوا لي زانتيبود، معناها من الشرق نمشيو مباشرة للناحية الغربية. إلى أي حد إلى أي حد يلتقي الخيال، يلتقي الخيال بالواقع عندما نريد أن نكتب للتقريب بين الترفيه والمعرفة. الأمر هذايا هو اليوم الشاغل الحقيقي للكون. هذاك علاش عندنا انطباع بأنه هناك مخاوف من أنه الحقيقة تولي خيال والخيال يولي حقيقة. لكن نحن في انتقال، كما يقول ميشيل سيغ، نحن في انتقال، نحن مشنا في أزمة. الناس اللي يحكيوا على أن العالم في أزمة ما همش فاهمين أن العالم اليوم يعيش حالة انتقال، وحالة الانتقال هذه مسألة مهمة ولابد من أخذها من بعين الاعتبار. والمسألة هذه رغم بالكم ما هيش وليدة الفترات الراهنة الحالية، منذ سنة 2008 تقريبا والعالم يعيش هالإرهاصات هذه جديدة. إلى أي حد نحن نعيش الأزمة؟ إلى أي حد نحن نعيش انتقال؟ أنا أعتقد في آخر الأمر أن الإنسانية يمكن لها، عندها إمكانيات رهيبة باش تنتقل إلى شيء جديد وشيء مهم. وذاك علاش يجب أن تبني الأجيال الجديدة تصوراتها على فكرة التعافي، ماهوش فكرة الديستوبي. لأنه قد ما نبنيه على الهلع والخوف، قد ما الحكام تاعنا، نحكي على حكام العالم ماهوش حكامنا نحن، حكام العالم ينجموا يتحكموا في مصايرنا وينجموا يلعبوا أيضا في مصايرنا. قد ما نفكروا بطريقة أخرى مختلفة. إيش معناها بطريقة مختلفة؟ معناها بطريقة تبني التعافي، تبني الانتقالات الحقيقية، تبني الرفاه الجماعي الكوني، تبني لا دينيتي، الكرامة المبذولة للجميع. جميع مش بمعنى الناس قاعدة، الجميع بمعنى الناس تشتغل وتقدم محتويات وتستطيع أن تحصل على كرامتها من غير ما تضيع ما وجهها. العملية هذه في يدنا احنا كشعب، كأمة جديدة. سي سا بلوز امبورطون. نحن كأمة تونسية اش نحبوا نعمل؟ القضية مش العدد اليوم، القضية في الكيف. اش نحبوا نعمل ونحن موجودين هنا. إذا نرى نحبوا نكونوا نشبهوا للعالم ونمشيوا بخطوة العالم، وإلا نحبوا نبقاو منطوين على أنفسنا، منكمشين، خايفين، وعندنا سامحوني شواغل ذهب فصلها وانتهى أمرها، كما الهوية الخاصة، كما نحن ما نحبوش نتفسخوا، كما نحن ما نحبوش نبتوا في المسكوت عليه. وتعرفوا قداش عندنا مسكوت عليه. يظهر لي اليوم مناسبة كبيرة، كل واحد في فضاء هو شخصي يعاون باش المسكوت عليه نتحدثوا عليه ونجموا نتقاسموه ونجموا نحكوا عليه. شكرا لانتباهكم. شكرا. طلب أستاذ. بالعكس ساعة نشكر الأستاذ أنه qu'on parle d'NFT aujourd'hui ولا de monnaie virtuelle وكل هذا اليوم مستقبل، وهذا اليوم التحول الكبير اللي ممكن متاح مش فقط للصغار ولكن حتى متاح للكبار والشباب اللي كنا pour nous adapter parce que sinon on va être en retraite très désagréable et puis peut-être malheureuse. La retraite n'est pas seulement un pactole d'argent الواحد باش يعدي به يكمل به حياته، ولكن كيفاش بنى فلوس باش يكمل الحياة نتاعو. Donc dans quel process parce qu'on passe la bascule vers le numérique, اليوم digitalisation de كل
التقنيه التي لها علاقه كذلك بالمحتوى، لانه لما vers la passation كان محتوى التقنيات ولا الثوره الرقميه اللي اليوم احنا ماشي. قال باش نحكي على التجربه، هي ليست بالتجربه ولكن جو مانتيريس كونتوني، معناها انا بالنسبه لي انا كل ما هو قاعده المهام لو سون كونتوني دوت اتر انتيريسون. لا بارتيسيباسيون تاع اللي قاعدين قابلين هوني est intéressant aussi parce que c'est ce qui peut enrichir un contenu. Sinon on peut parler نجم نقعدوا نتكلموا نهار كامل s'il n'y a pas cette interaction ما بين المتلقي واللي يتكلم. ما فهم le contenu ne peut pas avoir la qualité escomptée. اللي نجم خاطر يمكن on peut faire des jeux vidéo. Aujourd'hui c'est une opération très rentable. On l'a raté في تونس رغم اللي عندنا من الكفاءات individuellement معناها دي تالون individuels اللي قاعدين نسمعوا بهم اليوم à travers des startups à travers. ولكن حاولنا في نطاق المركز الوطني للسينما نحاول الناس الموظف انه يخلقوا هالهيكل هذا، ولكن الى باس بالباب لسان دو جو. هوني مسؤولية المؤثر، هوني l'optimisation du budget, l'utilisation des denrées de l'État وكل معناها باش دونك فما تجارب في السنتر النيميريك اللي قام مدينة الثقافة مهم جدا. ولكن حبيت احكي لكم على انكدوت صارت لي في كان عم ناول، وبعد نحكي لكم على شوية على التجربة. كنت في كان سنة في نطاق ممارستي كمدير فني لايام قطاع السينمائيه دونك 2022 وكان المسؤول معايا على لي جو فيديو الموجود في. فطلبت مني الوزيره اني نمدد في السجور بتاعي باش نعمل دوره مع المسؤول على لي جو فيديو في الوزاره. قلت انا نسيت شيخ زدت 3 ايام في كان معناها على رزق البيليك ما هو باين معناها انا سالتهم الله فسالوه كان فهمت الكلام هذيك وفكر ما لازم ما تنجمش تكون حاجه اذا كان. لكن المفاجاه نبدا كنا سارة برشا لانه هو الولايه تحب يمشي وقتها صار تبديل الوزيره وكان الوزيره جديده وحضروا المركز الوطني للسينما قائمه الناس باش تمشي شيء ما بين البرامج الموجوده هي الرقمنه وليزاندستري ديجيتال. فالسيد هذا قدم الى الوزيره انه مشروع مهم جدا. قال له راهو نجموا نعملوا شراكات موجوده في. فرافقته بحكايه الشراكات. فكان السؤال والله المره الاخرى نحكي فيها كل ما ندخلوا الهيكل هكا فما لو مارشي دو فيلم في كان مهم جدا. حتى لو مارشي دو فيلم تقبيله تحت دار il s'est transformé. Les vendeurs, حتى les vendeurs ما نشوفوه sont virtuels. Alors on peut aujourd'hui vendre son film sans se déplacer. Même le marché a pris notre. مش هذا حسينا مشينا سامحوني مش متحضر خاطر التدخل نتاعي باش ننظم كي الدكاتره وكل نبدا دونك مشيت جا اكومباني سو جون غاسون. السؤال لازم نقولوا لهم راهو احنا عندنا الكفاءات ونحب نقولوا له واسكيلي فوتر كونتوني. اعطيونا الكونتوني راهو احنا بدنا نحبوا على شراكات. هذه لا كيستيون كي سي بوزي. On a visité à peu près une dizaine de stands. يقولوا لنا donnez-nous ce que vous avez. جاو تلوجوا على شراكات كنا نلوجوا على شراكات سي اون توال. المهم زاد كذلك في les industries digitales c'est que ce n'est plus une affaire de hiérarchie capitalistique ou bien معناها le capital n'intervient pas, c'est le cerveau qui intervient. C'est-à-dire on peut avoir une cervelle très importante. هوني ما بيناتكم في الحمامات qui a son اللي عندها شريكها في اليابان لانه tout passe par aujourd'hui par l'intelligence par l'intelligence. Donc كي مشينا احنا on n'était pas assez intelligents. C'est-à-dire on a manqué d'intelligence en posant même la question de dire nous voulons faire un partenariat avec vous. C'était la question la plus bête.
Et on a été renvoyé à notre bêtise. Et je suis en train encore de souffrir de la bêtise de la question que j'ai participé, à laquelle j'ai participé pour la poser. Donc le contenu. Je donne un cours qui s'appelle Faire face à la caméra. في تونس. كيف يتعامل الشخص مع الكاميرا. ديما on commence par des jeunes ولا خاطر il n'est pas aussi destiné pour les jeunes seulement. Pour les adultes, les scouts, il y a toujours ce besoin de se montrer devant la caméra. الله غالب حاجة ربي. كلنا نحبوا ما نكذبوش على الواحد إذا كان موسى كاميرا أو المراية مراية المكياج أو le miroir. Il y a toujours cette relation entre le miroir, son miroir et soi. Donc je donne ce cours et parmi les inscrits les جاو عندي برشا انستغراموز اللي نعرفهم وما نعرفهم ودي انستغرامور اولاد برشا راهو فما دي انستغرامور لكن الكلهم كي لي انستغراموز معناها ابا نيفو كيما نقولوا معناها ف من لي انسكريبسيون هذوك حاولت اني نقلب الكور وردوا comment améliorer le contenu mais sous prétexte il fallait que je leur donne un prétexte pour qu'ils puissent s'inscrire dans mon cours. Il y avait de la demande, beaucoup de demandes. Hein. C'est que comment les ramener pour ne pas se désintéresser au cours, parce que là, je vendais le contenu, pour le contenant ou bien la forme. Donc, maintenant, vous ne pouvez réussir un contenant qu'en réussissant un contenu. Je me dis à n'importe quoi, mais si tu n'as pas un contenu alléchant aujourd'hui, bien sûr, là, je ne vais pas créer n'importe quel contenu. Je crois que mon devoir de citoyen du monde aujourd'hui, moi, je suis citoyen tunisien en général, à nous lions, le contenu est très important. Comment orienter le contenu? L'Instagram ou le TikTok, aujourd'hui, نستهلكوا فيهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الهاتف الجوال. Comment passer à ce contenu Et alhamdoulilah, le cours reprend et on a pu changer quelques Instagrammeuses polluantes vers des Instagrammeuses utiles. من خلال تجربة صغيرة إن شاء الله تتواصل معناها لأنه سي ان كور. أنا نسكن تو في الحمامات وليت نمشي كل يوم معناها نقرر في تونس ونرجع شوية تعب ولكن هي الاكسبيريونس ما زالت ممكن نجموا نعملوا لها البيلون في آخر السنة آخر العام الكل. وتجربة أخرى في نفس الوقت هو لا ثيرابي pour les adultes, enfin les seniors par le cinéma اللي زاد ça n'a rien à voir avec le contenu d'aujourd'hui, mais qui m'est très très cher parce que c'est dans le cadre d'un travail à la faculté de médecine de Mestir. Et comment utiliser le cinéma aussi comme thérapie. Bon, c'est une intervention une fois tous les mois. Ce n'est pas du tout un débat sur les films, mais c'est un atelier en 3 étapes. Oui, on regarde un film, on crée un film et on joue dans le film avec des adultes qui ont, enfin des seniors, ce qu'on appelle les seniors, qui ont 70, qui ont 70 ans le jour, et comment le cinéma peut être une thérapie très intéressante pour la mémoire, surtout pour ceux qui sont attachés بدات تتغير علاقتنا بانفسنا، تتغير علاقتنا بالمحيط بتاعنا، يتغير الى اخره. اليوم معناها الثوره الرقميه اللي تسمى الثوره الرقميه يعني هو كيفاش نقولوا هو تحدي، لكن ايضا حاجه مهمه عندها قيمه. المحتويات يعني انا يظهر لي المحتويات البيلول دو بارتو، يعني بالنسبه لها معناها الفيز دو بارتو، يعني عندنا برشا اشياء نجموا نعاودوا نركبوها وقتاش؟ وقت اللي نفهموا انه كل واحد منا ما ينجمش يكون يعيش في سابروبرو سيتاديل.
خاطر هذا الديفي الحقيقي. نجم انا يكون عندي افضل تكوين في الاختصاص اللي انا يعني جو بريتون فريمون كونيتر ولا عملت فيه ديزابونتيساج وكذا، لكن هذا لا يمنعش باش نجم نتجاوب مع العالم اليوم الجديد اللي قاعد نعيش فيه، ان يكون عندي عين تطلع، وهذا اللي قاعد يحصل بيناتنا الشبكات هذا اش قاعد تعطي بالغث وسمينه القضيه، مش خاطر نحن ديما لاسبي اتريون هو لاسبي ديستراكتيف، لكن في الحقيقه او فيت اون ابخون زاد اوسي اترافير تو سوسي تنجم تكون دي فيتوليتي، لكن اون اريف جوستومون ابخوندر اترافير لي فيتوليتي او ما نسميه دي فيتوليتي اون اريف ابخوندر بوكو دو شوز، يعني يلزم بوكو ديميليتي. اليوم كي نراو اي ما ثماش اليوم وفات لو سافوار اكاديميك كما كنا نعرفوه قبل، فوالا لو سافوار اكاديميك قاعد يفير فيغ اوتر شوز. مانون جوستومون شنو هو لو رابور او فوندامونتو؟ فهمتني؟ خاطر في الاخر لي ماتيماتيك ريستورون توجور فيهم الفيزيك اوسي كذا، لا بيولوجي كذا، الفنون الجميله اوسي ان ابرونتيساج افير، ليستوار اللي انا ننتبه لها اوسي ان ابرونتيساج افير، نحب ولا نكرو سي اون تكنيك، يا اما تفهم ولا ما تفهمهاش. اي بي كونت اون بارل جوستومون دان هيستوريان il arrive à contextualiser ou pas, il arrive justement à ما نعرفش انا فهمتني à critiquer un discours والا لا عنده الادوات باش يديكونستروي والا لا، خاطر في الاخر هو كيما الصناعي ما يعرف صنع الا ما يحل يفرق ساعه من الاول وبعد يعاود يركب، مو هكا صناعي العلامه هي هذيك هي، يحل يركب يزيد ينقص، فهمتني؟ كيف راهو حتى بالنسبه لي سيونس هيومان اون ديفينيتيف يظهر لنا انه سي ان ديسكور شاكيي وديكستير وماليه يعرفوا يتكلموا ويعرفوا كذا، لكن سي با فري، سي اون تكنيك اوسي، فهمتني؟ منين تجي من لا بوستور تاع بنادم هاو معناها لو ماتر مو في الحكايه، بنادم هو فضول، هو مستوى الفضول وكيفاش يعاود يرتب هالفضول هذايا بشكل يمكنه في اخر الامر باش يحدد موقف من الاشياء. انا مانيش مطالب في اخر الامر باش نولي ان بلاستيسيان، لكن انا مطالب استيتيكمون باش نتذوق، وشكون يعلمني نتذوق؟ ما هو الناس اللي يراكموا في المستوى هذا باش نفهم انا كيفاش شنو الذوق في لي زار بلاستيك، كيف ايدام بالنسبه للتخصصات الاخرى. نحكي على التخصصات اللي انا نحس روحي هكا انا تعجبني، مش بمعنى تعجبني. بكري صديقنا سياسي لا سياسيين اللي يقبل سياسيين سي ابراهيم، لا سي ابراهيم ولا بكري حكايه معناها على يا دكوا بكري كان يحكي على حاجه مهمه جدا، يحكي على العملات الافتراضيه وموقعها اليوم في تسهيل بيع المحتويات او صناعه المحتويات ساعه، خاطر نحن نصنع محتوى اذا ما ينتشرش ومش قادر في اخر الامر باش يوفر لنفسه قدرته على انه يعاود ينتج نفسه باشكال جديده. اذا المؤسسات في اخر الامر ماهيش مستوعبه الصوره، طبعا تحط ضمانات، والضمانات شكون يجيبوها؟ الضمانات الناس مختصين في الماليه واللي يعرفوا كيف معناها حركه المال وكيفاش يتحركوا بهذا الطريقه وشنو هي القوانين اللي يحطوها وكيفاش يتحطوا وفين مستواه. وزاد سامحني المنسوب اللي يحطوه باش النسق يكون اسي فلويد، قادر على انه يستوعب النقله او الانتقال. لان هذه فكره الانتقال هذه هي فكره معناها مهمه جدا. تو مثلا نحن نقراو الثقافه السياسيه، يقولوا لنا يا سيدي شنو هي الثقافه السياسيه؟ ايش معناها واحد يعمل في السياسه؟ فهمتني؟ يقولوا راهو عنده مؤهلات. شنو هي المؤهلات نتاعو سيدي؟ فهمتني؟ يقولوا راهو مؤهلات، من مؤهلاته انه يكون عنده قدره على المخاطره. فهمتني؟ معناها il est inscrit dans des formes de sociabilité اللي هما سبيسيفيك يعرفهم. معناها ينجم هذا يكون قاعد يعبي لك الناس، يكون قاعد يقولوا عندك صاله فارغه انت، فهمتني؟ يا سيدي غدوه يجيوك 5000، فهمتني؟ وتحقيق راه مش معناها كلام، معناها تاع القضيه ماهيش سحر. القضيه هو انه الشبكه اللي قادر باش يبنيها هي اللي تحدد مجيء الناس ومن بعد شنو اللي باش يحسب بعد على مستوى الخطاب السياسي. لكن وقت اللي نقوم انا بالدور هذا اللي هو دور بلادنا تعبوي وسياسي، اش يلزموا
معناها الشخص معناها لا بيرسون اديكوات اللي قادره باش تبني دي ميدياسيون بين تصورات مختلفه، قادره باش تقرب اشياء تضرب بعيد على بعضها، لكنه كيما في التصوف يسميوهم لي زالشيميست، فهمتني؟ يعني يقول لك هذايا، فهمتني؟ يقول لك هذا الكيمياء حتى الكيمياء موجوده، يقول لك هذايا الراجل هذايا اللي يبني الاستتباع. ايش معنى الاستتباع؟ معناها يكونوا الناس قاعدين يوليو يجيبوا الكونفه مع بعضهم باش يحضروا. علاش يحضروا راهو سي تري استيتيك اتر بريزون، فهمتني؟ يحضروا باش يعاودوا يقولوا يعاودوا يشيدوا انفسهم. راهو اللونجاج هذا اللي نحكي به يظهر قديم، لكن هو بوست موديرن توا، بوست موديرن، صدقوني بوست موديرن، لانه لا مودرنيتي اللي هي مبنيه على معناها نقولوا نحن تبجيل او اعطاء قيمه كبيره للفرد واعطاء قيمه كبيره للعقل الاعتقاد في انه نحن غدو الحي باش يكون افضل من اليوم، سيدير لو بروغري لو سونس دو بروغري، هذا الكل سي توتالمون اوبسوليت تو مانون، وماهوش على خاطرنا نعيشوا في ازمه مره اخرى، على خاطرنا قاعدين نتنقلوا وعندنا ما عندناش حل اخر، يا اما ننخرطوا بشكل نهائي نقولوا اليوم راهو ابارتيغ دوجوردي نحن كمجموعه راهو صغار وكبار باش نخمموا بطريقه اخرى، ما عادش باش نخمموا بالطريقه هذا يفترض منا يطلب منا في هذا الامر معناها خدمه كبيره على انفسنا، وحق راهو سامحوني راهو انا نحس اللي الاجيال الجديده وراهو هذا مش باش الاجيال الجديده يلزمنا كي نعيشوا معاها نعيشوا ونحن اون سيمونسيب، يعني سامحوني خاطر هما يسونجاج دون دي براتيك اللي بيناتنا نحن سنوات ضوئيه وبيناتها، هما يلزمنا نستوعبوا اللحظه على اساس انه هي مناسبه لينا باش اون سيمونسيب ريالمون ونتعداو لا فيتاس سوبيريور ونولي عندنا برشا ثقه ماهوش في انفسنا، فيهم هما، لانهم هما في اخر الامر يجربوا في اشياء ما كانش تجي على العقل حتى حد، فهمتني؟ اليوم عندنا حل يا اما نقولوا لا والله راي كيما تو الناس برشا ناس تحكي على مساله الوطنيه ومحبه تونس وكذا، هذا الكل وليد توتالمون اوبسوليت، ما عنده حتى مدلول. ليه؟ سامحوني جو نقول لك هذا معناها منطق بدوره، يعني اذا مش نوصلوا فيه راهو في الاخر ما عادش باش تغلق عنا دايره، بينما المطلوب منا في الاخير هو انه نقولوا لروحنا راهو وقتاش نوليو نشبهوا للعالم. عندنا طاقات رهيبه جدا وماهوش كلام، راهو حقيقه عندنا طاقات رهيبه جدا، لكن وقتاش النهار اللي باش يجي باش ننظموا كيفاش يقولوا لا بارتيسيون كيما في الموسيقى، شكون اللي باش يعمل لنا يكتب لنا موسيقى جديده باش نجموا نغنيو بها الكل، نبداو نخدموا كل واحد منا يعرف بالضبط شنو اللي يعملوا وقتاش يلزم يعملوا ومع شكون يلزم يعملوا وفانا مكان يلزم يعملوا وفانا زمان ايضا يلزم يعملوا. تو سوسي يظهر كانه تري ميتافوريك وهكا في برشا كذا. انا نرى انه خطاب من النوع هذايا هو الخطاب الحقيقي اللي يلزم يدور بيناتنا. علاش؟ خاطر يخرجنا من لي زون كونفور، كل واحد منا يخرج من الموضع نتاعو. انا خويا عندي جي ما بتيت بلانك وهو قاعد لي خويا ما عنديش بلانك، فهمتني؟ جي انفي فريمون دابروندر، جي انفي دو فوار، جي انفي دو ريغاردي، جي انفي دو شونجي دو بوستور. يعني بين اني نقعد نتفرج من الغادي وبين اني نتكلم من هنا لازمني نتعلم نفهم شنو هو الفرق. نتعلم من الغادي نتكلم من هنا، نتكلم من هنا نتعلم من الغادي. سي كوم سا لا في لي كوم سا توا، ما عادش حاجه اخرى. اذا فهمنا هذا راهو فهمنا كل شيء ومش نجموا نقدموا. اذا ما فهمناش هذا اونيتمون جو لو دي كونت لو بونس، فهمتني؟ كل نهار باش يتحول لان كالفير بالنسبه للتوانسه كل نهار. وحمد لله سيد الثقافه للانتربرونيا ايفونتويلمون طبعا بريفي. طبعا كل ما هو الاستثمارات ومرافق موضوع الثقافه باش يقعد في العاده 1% 2% وغاسولي ان بو الكل. دايوغ من عام من وقت قريبه ما بريسك ما نحكي فيها بارا الثقافه. دونك مانيش نتوقع في حاجه كبيره من المخطط انه باش يعطي توجه في الثقافه، ولكن ما يشارك على الاقل في الستارت اب نتكلموا عليها. دونك اللي هو يحب يعمل l'investissement culture créativité كما قلنا على المحتوى معناها
توا ستوري تيلينغ، توا لازم تحكي الحكايه. ما فماش، عندك حاجه قدامك عندك حكايتها، تاريخها، سرديتها، وين ماشيه، المناس، التهديدات اللي عليها، عندك برشا تهديدات واحد، عندك برشا او صار طايح طويل او عندك هذا يقول ستوري تيلينغ ويتبدل وتخدم. دونك هون الجنسيس على ما تنجم تقول الا في الكونتوني. بني وريستورون في الاخر فما كونتوني سامبل. راه الماكله هذه راه شنو هو هذا. دونك ا سو نيفو لا ما ننساش كونتوني ولعبه جنسيس الجمله الرئيسيه كامل باش نقول لعبه في الكونتوني. صحيح ما تخدم عليه بالكدا معناها هو اللي فما في العالم. راه يعرف تو احنا كان ناخذ الموزايك اللي عندنا في تونس شيء باهي. ناس اخرى تلقى عنده حجم سبوها حتى من تونس يعملها طاوله وكراسي ومازال اللي عندها قصتها والقصه نتاعها. دونك كي نرجع توا هما برشا حاجات ما نحبش نطول عليكم، يعني على الاقل لا نوسيون اوتونوميزاسيون هذايا مشروع ثقافي يستنى باش يكون باش يخلص معنا جمعيه كل جمعيه كل باش ندخلوا فلوس قدمنا شويه. الثقافه تدخل فلوس في لونكادرون البوتنسياليين كيفاش كيفاش احنا اون با تغيني خاطر راهو تخدم الحكايه هذه ولكن فما ديدين ديدي كما يبعث الفام روغال يبعث الجوب الفقري يبعث كذا يبعث للميوزيك كولتوريل وراهو سي بوكو دارجون. دونك ا سو نيفو لا نجمو هذاك مي هذاك لازم يكون دون ان بيزنس موديل اللي هو فما الدورابيليتي معناها لا بيرينيتي دو لونتربريز كونتينت. دونك جيت دو بوان في هذاك راهو البوتنسيال باهي بيان سور رانفورسمون دي كاباسيتي في الجيستيون وفي نسميو البيتش تقول معناها باش نعملوا باش تقنع هذاك فيه برشا خدمه باش هما معناها يوليو باش يجيبوا حتى يقدموا دوسيات اللي ينجحوا فيهم. دونك غروسو مودو فهم بروغرام تري امبيسيو ونجم يكون معناها في اللومبيرغ اللي نحكيو عليها. ميرسي نبيل يعطيكم الصحة. زدنا نصيف ساعة عمل أما باش نعرف كل واحد بيتي تاع السؤال إضافة فكرة بدون إساءة وباش نتفاعلوا مع بعضنا. فماش واحد باش يسأل الإجابة الإجابة باش نفكروا مع بعضنا الإجابات وحديثكم قاعد يتوافق مع صديقنا مهدي بنسك. تفضل سي عبد اللطيف الرمضان. بدأ يسأل تعرف أنا يمكن سمعت زميلي نجمة حكيت على السيرش تستيك وكل معناها معناها مودرنيزي مودرنيزيمون خاطر تو في البانتور فما البانتور ديجيتال فما سكولبتور فما سكولبتور ديجيتال نجموا معناتها كيما يعمل بالطين ينجم يعمل بالسوفت وير فما بوليتيك البروج كل ويحلوا له فريمون افيك ويدخلوه حتى لا يرضينا انا خصوص هكا تفاعلات مع اهميه الاتقان بكل ساعه مفهوم الثقافه. هلا احنا مش نقعدوا في المفهوم معناتها ضيق شويه الطابع المرتبط بوزاره الثقافه او مش نمشوا لمفهوم الثقافه بشكل اوسع واسع كبير. معناتها نقول بابسط تعريف هو كل اشكال تفاعل الانسان مع البيئه نتاعو سواء كان تفاعل مادي ولا لا مادي. شكرا. ثم نقطة أخرى صغيرة كيف نطرحها على الأسئلة لأنه شغلتش يطرح حاجة مهمة ياسر هو التقريب بين الترفيه والمعرفة. التقريب بين الترفيه والمعرفة ثم توا نزعة كبيرة ياسر في الألعاب. ثم شريط وثائقي عنوانه بابا غير العالم. شو اسمها الماينكرافت هذيك وقت عملت كأداة استعملتها الأمم المتحدة في عملية مماثلة للواقع للحقيقة. معناتها نلعبوا في الليل وفي الصباح القرارات اللي خليناهم ونمشيو باش نبنيوهم في الواقع. نحكي عن الكونتوني devant cette inflation de contenu اللي قاعدين عايشين في inflation تاع الكونتوني. je suis d'accord انه le contenu existe même في قاعدتنا هوني on peut créer un contenu autour du sujet qu'on est en train de traiter.
La question aujourd'hui, je trouve l'élément régulateur de ce contenu. Alors, malheureusement, aujourd'hui, au niveau de la consommation, là, je ne veux plus parler de pays qui m'a docteur. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une religion pour nous? Est-ce qu'il y a une patrie pour nous? Est-ce qu'il y a فما ثقافة اليوم محددة بالنسبة لنا؟ وقت باش تدخلوا للعالم الافتراضي هذا، les règles de العالم الافتراضي ne sont pas très limitées. Elles ne sont pas déterminées ni par une religion, ni par une... bien sûr, l'aspect culturel reste aussi. C'est là où on peut utiliser la culture pour créer le meilleur contenu pour باش نجموا نجلبوا رؤوس الاموال او نجموا ceux qui s'intéressent au financement des startups. On est l'exemple idéal. نحب نسال دكتور comment on peut, quel est le régulateur, comment la régulation du contenu va se faire باش نجموا نوصلوا انه نعملوا un contenu, je dirais entre parenthèses intéressant, parce que ce qui m'intéresse c'est le contenu intéressant, qu'il soit culinaire, sportif ولا مهما كانت الموضوع. يظهر لي مشكلتنا ديما في اللقاءات تاع التفكير الجماعي تاع العصر الذهني أنه بقينا ديما واحدين في الأسئلة التقليدية، مع احترامي للتساؤلات الموجودة. شنو هو تعريف الثقافة؟ شنو تعريف الثقافة؟ هو اللي نعملوا فيه ثقافة، اللي نلبسوا فيه، اللي ناكلوا فيه، اللي حاطوا هذا الخاتم وهذا لبستي هذه الألوان هذه اللي بختاروا النبي، اللي بختاروا السيد في البلد جاي الصوم وكذا، ومانيش مفسر ومانيش ماشي بيت الحكمة انت تعبر عن نفسك مش على وزارة الثقافة. لا وانا ممثل، مانيش مدير سنتر كولتيرال حمل، انا مدير ثقافي لهنا لاهي سكتات معين، لو متحرر من برشا اشياء حتى في نوعيه تقديمي وتسييري للجلسه هذه. انا نحب نخلي الناس اللي باش يجاوب عليها سي لطفي، لكن نحب نرجع نبيل تعدى بشكل عابر على اعداده المخطط التنميه. من المصادفات انه ما في حتى كلمه تشير للثقافه، ربما الصناعه السينمائيه، صناعه الكتاب، تدعيم الورق وكذا، ولكن وين صار الاجتماع هذا؟ صار في مدينه الثقافه. بالحق بارادوكس كبير. يعني اليوم انت كخبير محاسب، كمستقل، كمجتمع مدني، وقت اللي تجي قدامك هيك حتى في علاقتك بعائلتك، في علاقتك بالوزير، في علاقتك بالافلام التونسيه المعروضه ونعرفك تتبع وتشوف، في علاقتك بالانتاج، بالمعارض، كيفاش تشوف علاقه الدوله اللي هي المانح الاكبر، اللي هي الفاعل حبينا ولا كرهنا، الدوله بما لديها من سلطه سياسيه ومعنويه ومحتكره الاستثمار في المجال الثقافي، كيفاش تشوف فيها التعامل كخبير في الماليه؟ نعاود نرجع، انا قلت ما حكيتوش على الثقافه، راهو المايندينغ سيت بدا يحضر لك هو ستركتور جروزيبر. لازم نزيد نحكي شويه على الدفاع، على التصوير، بين الباقي الكل تصرف. انا وين نلوم على الدوله؟ يا خويا قول لي تصرف، نحي لي الرايه لا بونك واعطيني لاكسي باش نحكي مع المؤسسات الثقافيه. معناها انا اليوم باش نجي مرتاح في عرض الكل، برا باش تنجمش تحكوا على اللزمه معاه، يا ضربوك بالفساد. مو هكا ولا؟ يا كان يحلوا العطل يجوا 10 من الناس وواحد يخدم بالكدا والباقي الكل جاي باش معناها يطيح لونجو غالي اليوم شكون باش يحكي على الثقافه؟ باش يحكي مع الناس من وزاره الثقافه؟ هذا يحكي بدايته ديما راهو كلمات تبع اي لا يجي يعمل عرض للوزاره ويحكي فما حتى مشكل. دونك اليوم لو كار ما فما حتى ديما انا عندي ديما في ذهني وان كل وزاره قبل مجتمع مدني. مجتمع مدني اللي قابل الوزاره بارتي اللي نجح دورها سندات ودرا وكذا وفلوس. الاخر ما عندوش نجاح، ما عندوش صح الورقه شو اسمها؟ احتراف.